السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. از دوام دكم بحثا حق و حقوق دي وبابادا دبي فيديو هاندا از بحث وصية خدای تعالى حق دي وبابادا وكم خدای تعالى چند آيات قرآن دا لهر إنساني وصية كريه كوش دي واي خورا باش بن ده هنكي آيات دا بحثا حقي خود كعولي بجيش مرا عبادت كنوش ما شريكة چينه كنت بير در حال بحث حقي دي باباتك قنجيال دي بابا دبي وبالوالدين إحسانا چند آيات دا وبالوالدين إحسانا جدي بابي خرا باش من هر إنسان كافر بما مسلمان دو أكيد ببرابه ده هنكي آيات دا سي آيات دا خدای تعالى بناوي وصيته بس حق دي بابا كريه وصية الإنسان كريه يك جوان آيات كتدا بحث وصية كريه آيات 8 سورة العنكبوت دا خدای تعالى بيجي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ما وصية كريه لهر إنساني كش دي بابي خورا باش من الإنسان هر إنسان شد أكيد ببرابه مسلمان با كافر دبا يعني صالح دبا فاسق دبا مير دبا بيرك دبا بس هر إنساني من هر إنساني وصية كريه كش دي بابي خورا باش من باشي اش دي بابا را چوايا اوكو غرك اولادي وان صبي وان ده امري وان ده خبره وان بكن تشتكو بابي وان جوان بخازه بين نجي تشتكو بابي وان بخوشه بكن تشتكو عجزنجي نكن خدور بدن دي بابي وان وقت جوان بيجن فلان تشتي نكا غير نكن وكو بيجا فلان تشتي بكي غير بكن امري وان بك بين نجي بشرط يكو ديو باب بأمريا خودي نبيجن يعني تشتكو خلاف شرعي نبيجن وقت خلاف شرعي بيجن أولادي وان قالك خبره وان نكن خدای تعالى جبريوها يقول وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما اگر كو دي بابتا بخابتن بخازن تمام قوة خو بخابتن جبو خاطره كنت شريك مرا تشيكي يعني جي اسلامي درك يهاري سر كفري خبره وانك اطاعه وانك بخبره وانك عاد كنا بجد بوصاحبهما في الدنيا معروفا لبلد الدنيا اذا معاملة تبرى بورا خشبة خنجيب ورا معاملة بك يعني بخبره وانك اللي بلي بصب أدب وتربية بعد حق وانا قلت نخش يعني وانا خبر ده بس ربي ولا بأمري خدي نكرمكم خدي تعالى صحتي بدأت خدي تعفوك وترك خش دي باب ربي ولا بدي بابي كافر بيج طبعا أنا إنسان يكون كافر بيج صبي أخرى بيج ورا نشيكاش خدي راتشيك يعني وقت كود أولاد مسلمان بنو دي بابي وان كافر بنو دي بابي وان بخازن كود صبي وان جهرا سر كفري صبي قرب خبره وان نكن يعني صبي وان خبره وان ناكن في هذا وهكذا أبيكو مثلا مسلمان بجي ليه بابيكو مسلمان بل صبي وان جي مسلمان با و جي صبي خوين كي تشتغل سو خازنكو بأمريا خدية تشتي بشرعينا مثلا بيجي هذا زوالي بدا فلان كسو نيارتيا مسلمانة بكم مثلا نيارتيا فلان كسو بكم أقربه جيراني بمبريخ خبرنا ده بجيراني خلا خبرنا ده يا هرا مثلا أقرب بابا خاني فلان كسو أقرب بابا بدر دبراوي زرار المالي وخا هرا بابا بيشيا فلان كسو تشمشتكو بأمرية خدينا كوشي بخدا بشهر دزيب كمثلا هرا مالي فلان كسو بينا مالي يعني شواي بزوري شي بستينا ياخد مثلا هرا حدود عرض ما دقش كبسما دبردن كي عرض فلان كسو تشمشتي وصاكو بأمرية خدينا وقت يكون أمري زاروك صبي خوبكن صبي ندرس بخبر دي بابي خوبكن ليه معملة خوش بها يعني بهرب قلت لي خوش وانا بخبر دي بابي خورا
جبركو هر فقر مر بار خذ تعالى بجا إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون وني فقر بامن فقر بر منا وني ورن بامن أزي تشتك وكرية الدنيا دا أزي وا بهاي دار بكم يعني أزي شوارا ببيج بكاوة كرية شنا كرية يعني أزي الويق وري وا أكوكم حسابي وبد ديتن دا آية كدين دا جديسة خدا تعالى وصية دي بابا الإنسان تكتب ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ذم الهر إنساني من هر إنساني موصية كريا كو شكر يمبك وشكر دي بابا خجبك وصية خلت في آيات دا أبد بيش قالك إنسان تشكر كش دي بابا شكر دي بابا كش برك بري حق حقوقي دي بابا يعني سرصبية مظنة خديت بيش شكر يمبك وشكر دي بابا خجبك شكر دي بابا شواكو بشيدا ما قوي يعني أباكو جوان رباش با وقدر وان زان با قدر قيمتي وان زان با قيمتي دي بابا وان زان با حرمته وان بك متواضع با برشكان دي برقاشي دي بابا خو دا آيات السيادة الآيات أنا مخند الآيات 14 بود سورة لقمان آيات 15 ده سورة الأحقاف تأخذ تعالى بجا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا مال هر إنساني وصيت كريه كش دي بابي خرا باش بدي سعيد في آيات دي وصيتها باشي وحرمتها دي باباتك وصيت كر الإنسان الأولاد كش دي بابي خرا باش من قيجيل وامكن دي باب وقتك محتاج ياردم بن آريكاري وان بك محتاج نفقة بن نفقة وان بدوان جلي وان يعني لباس وان محتاج تشكي بن بخازن محتاج خستاب بن بخاز درك بن شخرا بينا خد درخن هرن سياحتي يهرن زيارات أقرباء مقرباء خو ده أمر دي بابي خدا بها يعني تشتيك خاصة كن بشرعينا بتشتيك جوان خازن قرب بين نجيب خبر دي بابي خو كن ليه بلي وقتك بشرعية أمر بكش دي صبيخ وخازن صبيوان خبره وان ناكا يعني قرب خبره وان نكا هجدي صبيخ وخازن كو هر يعني هر ظلمي بكن خلقية عدايب كان حقوق وان خازن وذا تعالى يعني حق إنسانا طمامي يعني دائما حافظة كرن الحمد لله أبي أولادها أبي دي بابا اللي بلي حق دي باب لسر صبية هذه ذاترة خدا تعالى ده حافظ مهم قرتيه حق أولادها جهية لسر دي بابا باشي دا بيرا زي بشتكو از مسألة حق دي بابا بقدين بس فيديو ده إن شاء الله زي باس حق أولادها جكم سر دي بابا حق أولادها هي ونتعلم واتبع محافظة كما عبادة أخوي صالح بنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.